صباح الفل. بما انك فتحت الفيديو فغالبا انت عايز تتمرن كاليستانكس في البيت، بس ممكن تكون مش عارف اذا كان ينفع اصلا تتمرنها في البيت ولا لا، ايه الادوات اللي محتاجها وايه التمرينات اللي محتاج تمشي عليها. اسئله كتير ممكن تكون بتدور في دماغك وانا هنا عشان اجاوبك عليها. انا عمر الجبلي والنهارده هتعرف كل اللي انت محتاجه عشان تبدا كاليستانكس في البيت. متحمسين؟ يلا بينا. بس قبل ما نبدأ خلينا نعرف ايه هي الكاليستانكس. الكاليستانكس ببساطة هي رياضة بتعتمد على وزن الجسم في التمرين، وتمارينها بتكون حاجات زي الضغط والمتوازي والعقلة. والمميز في الكاليستانكس ان هي مش بتقيدك، مش محتاج تكون في مكان معين في وقت معين عشان تمارسها، بالعكس تقدر تمارسها في اي مكان وفي اي وقت، وده بيخليها رياضة مرنة جدا والاستمرارية فيها اسهل ومتاحة لكل الناس. طيب هو اصلا ينفع اتمرن كاليستانكس في البيت؟ الإجابة ببساطة أيوة، وأنا شخصياً بدأت كاليستانكس من البيت ومنه بدأت رحلتي وبقيت أول بطل جمهورية في الكاليستانكس في مصر. وشاركت في بطولات عالم كتير. فما تفكرش كتير، 100% تقدر تبدأ كاليستانكس من البيت. دلوقتي بعد ما عرفنا انك تقدر تبدأ كاليستانكس من البيت، في سؤالين ممكن يجوا في دماغك. رقم واحد، هل عندي مساحة كافية في البيت عشان اتمرن؟ في الحقيقة انك مش محتاج مساحة كبيرة عشان تتمرن، مجرد مساحة صغيرة في اوضتك هتكون كافية. السؤال التاني، ايه هي الادوات اللي انا محتاجها عشان اتمرن في البيت وتكلفتها قد ايه؟ الادوات الاساسيه اللي هتساعدك تبدا كاليستانكس بشكل فعال هي رقم واحد العقله، بتمرن عضلات الظهر والبايسبس وبتديك شكل الفي تيبر ومهمه جدا في تمرينات الكاليستانكس المتقدمه. وتقدر تشتري عقله باب مش بتاخد مساحه ومش هتغير شكل الاوضه بتاعتك، وتكلفتها قليله بتبقى من 200 ل 300 جنيه وتقدر تشتريها من محلات الادوات الرياضيه. رقم اتنين المتوازي، بيمرن عضلات الصدر والكتف والترايسبس، وتقدر تشتري متوازي منزلي مش بياخد مساحه وسهل تخزينه، لكن سعره بيكون اغلى شويه، بيبدا من 3000 جنيه. فلو مش مستعد تستثمر فيه دلوقتي تقدر تستعمل كرسيين بنفس الارتفاع كبديل للمتوازي. رقم 3 التي ار اكس، وده بيساعدك تشغل العضلات بزوايا مختلفه، وانا عامل فيديو بيشرح ازاي تعمله في البيت بتكلفه بسيطه جدا، هسيب لكم اللينك في وصف الفيديو. الادوات دي هتساعدك تعمل تمرينات متنوعه وتقوي جسمك بشكل متكامل وتبدا رحلتك مع الكاليستانكس. وتكلفه الادوات دي ممكن تكون قليله لدرجه ان هي توصل ل 500 جنيه بس، ده في حاله ان انت قررت تشتري عقله الباب وتعمل التي ار اكس في البيت، وممكن توصل ل 4000 جنيه في حاله انك قررت تشتري المتوازي المنزلي والعقله وتعمل التي ار اكس. فزي ما انت شايف تكلفه ان انت تبدا تتمرن كاليستانكس في البيت قليله جدا، ولو قارنتها مثلا مع انك تعمل جيم في البيت هتلاقي مفيش مقارنه من ناحيه التكلفه والمساحه المستخدمه في مقابل النتيجه اللي هتقدر توصل لها. دلوقتي تعالوا نشوف الموضوع بشكل عملي وهوريكم اوضتي اللي بتمرن فيها كاليستانكس، والمره ناخد تمرينه لذيذه وافهمكم اكتر ازاي ممكن تتمرنوا كاليستانكس في البيت. انا هنا في اوضتي عندي العقله والمتوازي والتي ار اكس، وده كل اللي انت محتاجه عشان تتمرن كاليستانكس في البيت، ومش بس في البيت، ده كل اللي انت محتاجه عشان تتمرن كاليستانكس حرفيا في اي مكان. كمان هنا عندي عقله الحيطه، والفرق بينها وما بين عقله الباب مش كبير، هي بس بتديك مساحه تعمل تمرينات اكتر، لكن في نفس الوقت برضو بتاخد من مساحه الاوضه وبتغير في شكلها، وتكلفتها اغلى، بتكون حوالي 2000 جنيه، بتبدا من 2000 جنيه فما فوق. فلو انت حابب تضيفها لاوضتك تقدر تعمل كده، لو مش ضروري فعقله الباب هتأدي الواجب وزياده، خصوصا في بدايه رحلتك مع الكاليستانكس. دلوقتي يلا بينا نبدا التمرين. اول حاجه عشان نتمرن تمرينه كويسه هو ان احنا نلبس لبس التمرين. بعد كده هنبدا ان احنا نسخن. التسخين مهم جدا في حاجتين، رقم واحد بيحسن ادائك في التمرين، ورقم اتنين بيقلل خطر الاصابات وان مفاصلك توجعك. وهسيب لكم لينك فيديو التسخين في وصف الفيديو ده. بعد ما خلصنا التسخين هنبدا تمرينتنا. تمرينه النهارده هتكون فول بادي، بتشغل عضلات الجسم كلها، وهدف التمرينه دي انك تكون عارف شكل تمرينه الكاليستانكس في البيت عامل ازاي وازاي تتعامل مع التمرينات المختلفه. هناخد مثال لتمرينه ما بعرفش اعملها وعايز اتعلمها، ومثال تاني لتمرينه بعرف اعملها بس مش متمكن منها، ومثال تالت لتمرينه سهله بالنسبه لي وعايز اصعبها. وده عشان تتعلم ازاي تتعامل مع التمرينات المختلفة اللي هتقابلك بطريقة تخليك تفضل تتقدم فيها. لان ببساطة اي تمرين هيقابلك لازم هيكون في خانة من الثلاثة دول، يا اما تمرين انت ما بتعرفش تعمله وعايز تتعلمه، او تمرين بتعرف تعمله بس هدفك تتمكن منه ويكون سهل بالنسبة لك، او تمرين سهل بالنسبة لك وعاوز تصعبه وتروح للمستوى اللي بعده. فبنفس الطريقة دي هنفترض ان انا شخص ما بعرفش اعمل عقلة وعايز اتعلمها، وان انا بعرف اعمل تمرين متوازي لكن مش متمكن منه،
وفي نفس الوقت بعرف اعمل تمرين الضغط وسهل بالنسبه لي وعايز اصعبه. دايما في تمرينك ابدا بالتمرينات الصعبه واللي محتاج ان انت تكون بكامل قوتك، لان انت لو سبتها في الاخر مش هتقدر تعملها فمش هتستفيد قوي من التمرين. انا بالنسبه لي في الحاله بتاعتي تمرين العقله هو اللي مش بعرف اعمله، فهبدا بيه اول تمرين. فهبدا تمرين عقله هستعمل فيه استك مقاومه. الاستك المقاومه هدفه ان هو بيخفف الوزن بتاعك، فبيساعدك ان انت تطلع على العقله كانه بيشيل معاك. طبعا كل ما الاستك كان اتخن كل ما هيساعدك اكتر، فانت شوف ايه المقاومه المناسبه ليك. فهبتدي اركب الاستك في عقله الباب، بدخله كده جوه نفسه، شده لتحت، بعد كده هفرده، احط رجلي جواه، وبعد كده همسك في العقله وهبتدي اطلع. ولو انت ما عندكش استك مقاومه دلوقتي وعايز تتمرن من غيره، ممكن تستعمل الكرسي، اي كرسي عندك هتحطه قدامك. اوكي، ده في حاله ان انت محتاج مساعده قويه، هتحطه قدامك وهتمسك في العقله، تحط مشط رجلك على الكرسي، وهتبتدي ان انت تطلع وتزق برجلك شويه صغيرين بس اللي انت محتاجهم عشان تعرف تطلع. وطبعا لما مستواك يبقى اعلى ومحتاج مساعده اقل بالكرسي تقدر تخليه وراك، لما تخليه وراك هيبقى اصعب. فهحط مشط رجلي كده وابتدي ان انا ازق واطلع بالشكل ده. بعد ما خلصنا العقله هنخش على تمرين المتوازي. استعمل المتوازي المنزلي. زي ما قلت لك لو انت ما عندكش متوازي منزلي ممكن تستعمل كرسيين بس يكونوا نفس الارتفاع، نفس الكرسي يعني لو عندك منه 2. اوكي، انا كده ظبطت المتوازي. احنا اتفقنا بقى ان المتوازي بالنسبه لي بعرف اعمله بس مش متمكن منه، فمعنى كده ان انا بجيب عدات قليله. فانا لو مثلا بعمل 5 عدات او 6 عدات اخري، فانا دلوقتي في تمريني هعمل 4 عدات. يلا بينا نعملهم. وبعد ما خلصت ال4 عدات هريح 5 دقايق. انا عارف ان انت ممكن بالنسبه لك 5 دقايق ده يكون وقت كبير، بس انت محتاج تعمل كده في التمرينات اللي هي مش متمكن منها وفي التمرينات الصعبه بالنسبه لك. يعني معنى كده ان تمرين العقله كمان لما تيجي تعمله هتريح ال5 دقايق دول. ليه؟ عشان الطاقه ترجع لك تاني وتعرف ان انت تعمل افضل اداء عندك وبالتالي تتحسن اسرع. فانا من المتوازي هعمل 3 مجموعات بنفس الطريقه اللي انا عملتهم، وبعد كده هروح على التمرين اللي بعده. بعد ما خلصت 3 مجموعات المتوازي هخش على التمرين اللي هو سهل بالنسبه لي واللي هو تمرين الضغط. تمرين الضغط بالنسبه لي دلوقتي سهل قوي، فانا عايز اصعبه. فهعمل ايه؟ قدامي مثلا اوبشن ان انا اعمل الارشر بوش ابس اللي هو الضغط. بوسع ايدي بالشكل ده وابص للجنب، وببتدي ان انا اتني دراع ودراع التاني مفرود بالشكل ده، وارجع تاني واروح الناحيه التانيه. الضغط ده بيعمل ايه؟ بيحمل على الدراع اكتر من التاني، فاحس ان التمرين بقى اصعب مش زي الضغط العادي اللي ممكن يبقى سهل بالنسبه لك وبتعمل منه عدات كتير. وكمان في اوبشن تاني وهو السودو بوش ابس او ضغط السودو. هو بالظبط زي الضغط العادي بس بيحمل على الكتف اكتر، وده مفيد جدا قدام ليك في الكاليستانكس ان انت تقوي كتفك. فده بالظبط بيكون عباره عن ان انت بتعمل الضغط العادي. الضغط العادي مثلا بننزل كده، وخليني اوريهولك من الجنب برضو عشان تبقى شايف الشكل عامل ازاي. دي عدة الضغط العادية. في ضغط السودو هلف ايدي للجنب وانا بنزل هميل لقدام بالشكل ده. وكل ما اميل اكتر كل ما بحمل على كتفي اكتر، فانت اختار المسافة المناسبة ليك واللي هتحسسك ان التمرين صعب. وكل ما بقى اسهل كل ما اميل قدام عشان يبقى اصعب وتستفيد من التمرين اكتر. وده كان مثال ازاي تتعامل مع تمرين بقى سهل قوي بالنسبة لك ومش مفيد بما فيه الكفاية، فازاي تعرف تصعبه وتروح لمستويات اعلى عشان تفضل تستفيد ومستواك يبقى احسن. بعد كده هنشتغل على تمرينات الكور والبطن. طبعا انت اكيد عارف ان الكور مهم جدا في الكاليستانكس، فهنشتغل عليه بتمرين زي البلانك والبلانك المعكوس والليج ريزز. وبعد كده هنشتغل على تمرينات الرجل ونبقى خلصنا التمرينه لعضلات الجسم كلها. هنشتغل على تمرين السكوات وتمرين البريدج.
ودي كانت نظرة عامة على شكل تمارين الكاليستانكس في البيت. عرفنا ازاي نتعامل مع التمرينات المختلفة، سواء كانت تمرينات صعبة وما بنعرفش نعملها او تمرينات سهلة ومحتاجين نصعبها. وان شاء الله الاسبوع الجاي هنزل روتين كاليستانكس للمبتدئين تقدروا تمشوا عليه، هيكون فيه التمرينات بالعدات والمجموعات ووقت الراحة بتاعها، وكمان هيكون في بدايل للتمرينات عشان تخلي كل تمرين مناسب لمستواك. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديو اول ما ينزل، وقولوا لي في الكومنتات حابين اتكلم عن ايه في الكاليستانكس. اشوفكم على خير. السلام عليكم.